ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، عقبال عندكم جميعا. حطوا احسن لايك يا حبايب قلبي من ايدكم الحلوة، وتعالوا بقى شوفوا عفش الفلاحين بقى، والناس الكرمة، الناس المحترمة اللي ما بتستخسرش حاجة في عيالها. بصوا يا جماعة، والله العظيم لو الواحد في الفلاحين مش لاقي حاجة خالص، بتبص تلاقيه جايب احلى عفش لبنته. بسم الله ما شاء الله، عقبال ولادكم كلكم يا حبايب قلبي، وعقبال كل الحبايب يا رب. وان جالك الفرح عجل بيه، ما تأجلوش. ولو أجلته يبقى احنا نيتنا مش حلوة، صح ولا ايه؟ فيا حبايب قلب، الفرح طبعا ما فيش احسن منه. بسم الله ما شاء الله، يعني انتوا شايفين بقى كام عربية عزال، بسم الله ما شاء الله. العفش بقى كتير، والعربيات انا الصراحة ما عدتش العربيات، وكمان ما صورتش العربيات كلها يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، يعني شوية عفش عسل كده. اهو يا حبايب قلبي، الفيديو ده يا حبايبي كنت منزلاه في الصفحة من قيمة شهرين تلاتة. ده العروسة دلوقتي يا حبايبي قربت تولد. بس كنت حاطة عليه أغاني. فطبعا صفحتي أنا بخلصها يعني تفعيل اليومين دول، الحمد لله والشكر لله. فبمسح كل الفيديوهات اللي عليها أغاني، وأجيبها أكتم عليها الأغاني وأسجل عليها بصوتي. فاكرين بقى يا حبايبي الفيديو ده؟ فجالي بقى تعليق من واحد على الفيديو ده يا جماعة، بيقول لي افرض واحدة يتيمة ولا واحدة أبوها غلبان ومش عارف يجهزها الجهاز ده. طب انت حضرتك دلوقتي عارف يعني العفش ده يعني جاي ازاي ولا جاي منين؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق قبل ما يخلق البنت او الولد بيخلق رزقها معاها. فانووا بس يا جماعة، والنية خير ان شاء الله بإذن الله. وصفوا نيتكم، وتبقى كده احنا حلوين كده مع بعض. وان شاء الله باذن الله ربنا مش هيتخلى عننا، لان ربنا رحمته واسعه. وربنا بيرزق النمله، يبقى ازاي مش هيرزق بناتنا ومش هيرزقنا يا جماعه؟ ربنا بيرزقنا برزق عيالنا والله العظيم. يعني الحمد لله. ده واحد من الفلاحين كان معدي، قلت له يلا تعالى اما اصورك عشان اطلعك على النت. يعني مالكش نصيب. الناس قعدوا يضحكوا. دول طبعا كل اللي واقفين دول حبايبنا وقرايبنا وكده يا حبايبي. اللي بينزل ده باين البوتاجاز ولا ايه؟ مش عارفة. وده اختي اللي واقفة منورة الدنيا. يا رب عقبال ما تفرحي بولادك يا حبيبة اختك يا رب، ويفرحكم كلكم. واي حد يحب الفرح، واي حد يا جماعة نيته حلوة، ربنا يفرح قلبه يا رب بحق جاه النبي. طبعا العروسة جايبة يا جماعة شوية عفش، انزل لكم برضو الشقة بتاعتها. شقتها بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. جايبة كل حاجة، وكل حاجتها حلوة، كل حاجتها حلوة بصراحة. ده طبعا السجاد، احنا عندنا العروسة بتجيب السجاد والنجف والستاير على العريس والمراتب. ده اللي بينزل ده ايه؟ الفرن الغاز. ده الفرن الغاز يا جماعة. وده طبعا شنط الهدوم، شايفين بقى جايبة هدوم قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. كانوا حوالي عربيتين شنط زي دول يا جماعة. احنا عندنا بقى بنحط الملايات والهدوم في الشنط اللي زي دي، وساعات بنحط الملايات كده في العربيات كده. ال- الشنطة دي اللي كانت وقعت من الولا. والمنقاب دي بنت عمي. بسم الله اللي واقف ده ابو العروسة، شايفين ابو العروسة زي العسل، ابن عمي على فكرة يا جماعة. العروسة تبقى بنت ابن عمي، يعني تعتبر بنت اخويا. لا لا، ده ما طلعش ابو العروسة. ده طلع واحد تاني من قرايب العريس. معلش انا اصل هما من يعني من الظهر شبه بعض. ده اللي طقم الكوبايات اللي بتنزل في الصينية دي. والله انا ما صورتش العفش كله يا جماعة، الصراحة كانت الشمس ضاربة في عينيا وانا عينيا وجعاني، فما صورتش العفش كله. فعقبال عندكم كلكم، وعقبال اللي يحب الفرح ربنا يفرح قلبه. وزي ما بقول لكم يا جماعة، النية خير، ونصفي النية ونحب. ما نأجلش الفرح، اللي يجيله الفرح يعجل بيه. فالوحش يا جماعة لما يبقى عندنا فرح ونأجله من غير سبب. تمام.
فوالله العظيم انووا وربنا هيرزقنا، بصوا من حيث لا نحتسب. بس المهم نبقوا كويسين في حق بعض، وربنا يفرحكم كلكم يا رب بحق جاي النبي وبحق لا اله الا الله. ودي البطاطين يا جماعة، احنا عندنا العروسة بتجيب اقل حاجة 5 6 بطاطين، ده غير المفارش طبعا. فطبعا العفش ده كان يعني من مدة، دلوقتي الحاجة غلت، فطبعا المفروض يعني كل واحد برضو يجيب على قده. ماشي يا حبايب قلبي، وما نعذرش بعض. مش لازم العزال يا جماعة اللي بتركن تحت السراير ده، نمشي على قدنا برضو. يلا يا حبايب قلبي، لو الفيديو عجبكم